كانت بكبد السماء، للحين ما سمعنا رد. نسلومنا يا ابو رمح. أدري إنه الضيف له 3 أيام وثلث، لكن أنا هذه رفعتها لأني بديت الكلام. ما الكبار عندكم حشمة يا ابو رمح؟ الرجال قاعد يسولف وقاطعته. أنا كبير قومي يا أبو فلاح. أنت ضيفنا، كبير ربعك عند ربعك. كبير هذا المجلس هو أبو سالم. اجلس اجلس يا طالوم، اجلس. أنا ما حد يامر علي خالد. دامر عليك سلوم القبائل اللي ما وقفت عندها من جيت. اقعد يا شيخ، اقعد، ما عليك. تبي تعرف يا برمح ليه ما لنا رغبة بالكلام بالحلف؟ شوفاتها تشرح عقولنا. لو قنعنا ان هذه السالفة هم من همومك، لكن ان جيت تفحص ديارنا الله محييك، الدار دارك، حالك حال اي ضيف. لكن لا تنسى كنا عند المباهين طلبة ارض. لا تطلع منك سور مو هو بنا يا ابو رمح. الضيف أسير معزبه يا أبو سالم. علامكم يا الربع، علامكم. كلكم تولفتم على كلمة. أنا أسولف مع أبو عرضة سوالف الخوي للخوي، وسلوم اللي تسولفون عنها أعرفها، لكن بحب أمشي على هوى نفوس الرجال. ولا تقدر تمشي نفوس الرجال على هوى نفسك يا برمح. البيت بيتك الله محييك، ومثل ما يقولون كلام الليل ينام ويصحون رجاله. أنتم بيتكم يا ديمان. تصبحون على خير. تفضل يا عم.